وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. قال علقمة وهو من أحد رواة الحديث: كم من كلام منعنيه حديث بلال بن الحارث رضي الله عنه، وهو راوي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن الحسن قال: يا ابن آدم، بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان يكتبان عملك، فأكثر ما شئت أو أقل، أنت على رأس أمرك، افعل ما شئت، ولكن صحيفتك مبسوطة ووكل بها ملكان كريمان يكتبان عملك. وكان رحمه الله يقول: من كثر ماله كثرت ذنوبه، ومن كثر كلامه كثر كذبه، ومن ساء خلقه عذب نفسه. وكان طاووس يعتذر من طول السكوت ويقول: إني جربت لساني فوجدته لئيما راضعا. الرضع والرضيع الخسيس من الأعراض الذي إذا نزل به الضيف رضع بفيه من شاته لئلا يسمع الضيف صوت الحلب فيطلب اللبن، فيقول: إني جربت لساني، أنا أعلم بنفسي من كل أحد، لا أحد يعلمني مثلي من الخلق، فأنا أدرى بنفسي، فينبغي علي أن أقومها، لأني أنا أدرى بها، لن يقومها أحد سواي، أنا أدرى بها من كل أحد. أنا جربت لساني فوجدته لئيما راضعا. وعن الشعبي قال: ما من خطيب يخطب إلا عرضت عليه خطبته يوم القيامة. قال عمر بن عبد العزيز: إنه لا يمنعني من كثير الكلام مخافة المباهاة. وكان الربيع بن خثيم يقول: لا خير في الكلام إلا في 9: تهليل وتكبير وتسبيح وتحميد، وسؤالك من الخير، وتعوذك من الشر، وأمرك بالمعروف، ونهيك عن المنكر، وقراءتك للقرآن. وكان إبراهيم التيمي يقول: المؤمن إذا أراد أن يتكلم نظر، فإن كان كلامه له تكلم، وإلا أمسك عنه. إذا لم يكن الكلام لك فلا تتكلم، لما تورط نفسك؟ إن كان لك فتكلم، وأما إذا لم يكن لك فلا تتكلم. يدخل فيه الذي لا يكون لك ولا عليك، ليس شرطا أن يكون عليك، فربما قلت أتكلم بالمباح، فهذا أيضا فيه فوات فضل عظيم عليك. قال: وإلا أمسك. والفاجر إنما لسانه رسلا رسلا، يعني الكلام على لسانه سهل ومتهاون فيه، الخوض في الباطل، الكلام في المعاصي، ذكر مجالس الخمر، مقامات الفساق، أحوال النساء، ما يدور في الجملة ليست له قيمة، وأمور تافهة من المقصود أن تشغل أنت بها من المسلسلات والأفلام والبرامج ومثل هذه الفرقعات الإعلامية. هذا مقصود ومن عمل الماسون. ولو رجعت إلى بروتوكولات حكماء صهيون لتعلم كيف يحكم العالم، فالأمر ليس مقصورا على دولة بعينها، الكل يسيرونه في المسار الماسوني، فالإعلام ماسوني لحمة وسدى، ومقصود به أمور، منها هذه الأمور التي تشغل الناس بأمور ينسي بعضها بعضا، ولكنها استهلكت عمرك وضاعت عليك مصلحتك ودمرت عليك عملك لنفسك ولدينك قبل نفسك ولوطنك أيضا، فمفسدة محققة، فأنت تشغل نفسك. الموقف الفلاني، فلانة التي مثلت كذا، فلان الذي قال كذا، هذا كله زبد يذهب جفاء، لا تشغل نفسك به، يضيع عليك وقتك ويفسد عليك عقلك
ويدمر عليك طاقتك ويخبث نفسك. احذر مثل هذه الأمور، إياك أن تتورط. هذه شبكة شيطانية شركية ومنزلق نجس قذر، فلا تتورط فيه. حافظ على وقتك وعلى رأس مالك، واتق الله ربك في عمرك، فإن ما يمضي منه لن يعود.